مشعان، يعني بصراحتك المعهوده العباد اللي ما حد راضي عليه شنو نبقي رئيس وزراء لحد الان؟ يعني شوف، هو ما حد يقدر يقول أنا مو راضي بشكل مباشر على العبادي. مشكلة العبادي اللي جاي يقول انا مو ضد العبادي، جاي يهاجم الهجوم هذا وينتقده، هذا الانتقاد. اللي جاي يقول انا مو ضده، العدل اللي ضده شو يسوي؟ تفضل. بس تسمح لي. تفضل. بس تسمح لي. يعني زميلتي العزيزة عالية هي أكيد ليست مع العبادي. وواضح، والبارحة أنا استوقفتها وقلت لها شوية يا ريت تخففين من هذا الخطاب بأسباب تتعلق ومع شعبي ما يهمني الشخوص، الشخوص تروح والشعوب تبقى، وتحفظات ومن حقها. أنا أعتقد أن العبادي عندما اصطدم مع النواب بدأ بتخفيف الحراسات والامتيازات. مو صحيح هذا الكلام، مو صحيح الكلام، مو صحيح هذا ضد الكلام العبادي في أروقة مجلس النواب. مو صحيح هذا الكلام، مو صحيح هذا الكلام نهائي، مو صحيح، مو صحيح. أمني أمني وضعي، هذا غير صحيح، مو صحيح هذا الكلام، مو صحيح، هذا غير صحيح، مو صحيح. اللهم أنزل لعناتك وغضبك وبأسك ومرضك على كل من يكذب أو ينافق، مو صحيح، وعلى كل كتلة أو سياسي أو أي كان منصبه يضع مصلحته فوق مصلحة الشعب. زين الرجل ست عالية استاذ مشعان ما قاطعكم. الشعب هذه قضايا الشعب. ست عالية ست سمير رجان ما قاطعكم اثنينكم، خل اسمعوا وجهة نظره وردوا عليه ست عالية رجان. قضية الشعوب، تقديم قضية البلد بحمايات، شنو قيمة الحمايات امام قضية ست عالية عندك وقت تجاوبين، الرجل اتهمكم اتهام، عندكم قضاء نشر، روحوا اشتكوا عليه اذا ما عاجبكم، خليه يكمل وجهة نظره. رجان ست سميرة، تفضل سيد مشعان، لا يمكننا ان نسمع اتهامات بهذا الشكل بهذه الطريقة، غير صحيحة، غير مقبولة. تفضل. أنا أعيد التأكيد أن مشكلة السيد العبادي مع مجلس النواب بدأت عندما خفض الحراسات وخفض الرواتب، وخليني أقول مس امتيازاتنا. أي واحد، المشكلة الأولى بدأت، وبدأنا نسمع في داخل المجلس محاولات تسفيهها والتقليل من شأنه عبر بعض النكات وإلى آخره. أنا أتكلم عما أسمع. قد تكون الأخت سميرة ليست ينطبق عليها هذا الكلام، قد تكون الأخت العزيزة عالية لا ينطبق عليها هذا الكلام، ولكن هذا ينطبق. أنا دا أتكلم الجو العام الجو عام في مجلس النواب.